الله يبارك فيك. يعني مثل هذه الاتفاقيات يعني مثل هذه الاتفاقيات هدفها هو أن تجعل الدوري السعودي إنتاجه ونقله أفضل، وهذا الوعد اللي إحنا نبغى نشتغل عليه. جلسنا مع أبو ناصر وعرضنا على معاليه رؤيتنا وطموحنا للدوري، وما قصر. يعني شاف العرض، تحمس معنا، دعمنا. واليوم هذه الاتفاقية مع موسم الرياض ولا ليغا هدفها أنها ترفع من إنتاج وجودة البث في السعودية وللدوري السعودي، وهذا هدفنا الأساسي. طيب ما هي التقنيات المأخوذة من الليغا؟ يعني اليوم احنا نتكلم عن تقنيات موجودة أصلا في السعودية في كل الملاعب اللي في السعودية، لكن أنت بتحتاج برضه كيف تقدر تستخدم هذه التقنيات بطريقة تخلي البث أفضل. سواء من هنا تجي تكمن الخبرة والخبرات اللي موجودة عند الليغا، وجودها في إنتاج الدوري السعودي والإشراف على دورنا في هذا الموضوع بيخلي النقل أفضل. وهذا الشيء اللي نطمح بإذن الله أن الناس بتشوفه من الموسم الأول بإذن الله. هل في منصات لعرض الدوري السعودي ومتى ستطلق هذه المنصات؟ في منصات، كل التفاصيل هذه بتكون بإذن الله يوم 8/8. بنعلن عن كل التفاصيل والتطبيقات وين الناس تقدر تتفرج عليها. My name is Bahar from Arab News. How does this partnership work towards the Saudi 2030 vision? Well, our promise for the audience in Saudi is to provide the best experience to watch the Saudi League, and such a partnership is something that gonna help us to provide what we promised, and we think that we can deliver the best experience that the Saudis ever seen. ما هو الدور الذي ستلعبه شركة ثمانية بعد هذا الاتفاق؟ قلنا لكم يعني نقل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني احنا هدفنا اننا ننقل الدوري السعودي بافضل طريقه ممكنه، واحنا كنا متابعين للدوري السعودي، متابعين لكل الدوريات العالم. وهذه هي تجربتنا الأولى، أنك تبدأ بهذا الطموح وهذا الهدف، بأنك تنقل الدوري السعودي بطريقة الناس تتوقعها، تأمل أنها تشوف الدوري السعودي بكل اللي فيه بهذا الشكل. أنت تتطلب هنا خبرات، والخبرات العالمية، وخصوصا في الدوري الإسباني. نعرف أن الدوري الإسباني يعني جودة النقل فيه عالية جدا. كيف نقدر نأخذ هذه الخبرات نستفيد منها في السعودية، ننقل هذه الخبرات عند الناس الموجودين في السعودية؟ هذا دورنا. فنتوقع مثل هذه الشراكات تجعل نقل الدوري السعودي